السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. كنبدا معكم في الصباح هنايا. عملت واحد الكاس ديال العصير، عملت واحد كويس د القهوه، غادي نفطر ان شاء الله وغادي نرجع معكم نشارك معكم الغديوه ديال اليوم صيفيه، الغديوه اللي كيحماق عليها الكبير والصغير، اللي هي سهله وبسيطه في نفس الوقت. كيف ما عارفين البنات، مع هاد الحراره الصراحه الكانه ديال الماكله ما كاينه شي، كنبغيو غير الحاجه هيدا اللي تكون خفيفه بزاف. كنبغيو غير هيدا، الا كاين شي دلاح، الا كاين شي حاجه بارده وصافي يا البنات. هنايا قبل ما ندوز نعمل الغداء كنت جمعت الدار. دوزت كنعمر البنات هاد الطويصه كيف ما كتشوفوا معايا بالماء، الطويرات مساكن. كيجيو كيشربوا، كنرمي لهم هيدا، كنفتت لهم الخبز وكنرميها. اي وحده فيكم البنات عمل واحد الزليفه ديال الماء هيدا في الشرجم ولا في السطح، كيجيو الطويرات هيدا كيشربوا مساكن لان الحراره بزاف. كلشي بالاجار. وسقيت الحبقات ديالي تا هما في الصراحه اللي كينشفوا بالحراره بزاف. مساكن كيفسو لان كيبغيو الظليله، واخا كنهبط عليهم ديك الريدو. رغم هيداك الحراره بزاف ما شاء الله، خصوصا انا هنايا كضرب لي القيله عشيه كامله حتى كتمشي. كاين بنات شويه ديال الحراره، الحمد اللي كيجي في الوقت ديالو كيغلبنا. ملي كيجي كيكون البرد كيغلبنا البرد، ملي كتكون الحراره كتغلبنا الحراره. المهم نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها وصافي يا بنات. نشدوا منين نوضوا هيدا في الصباح، نفتحوا الشراجم تهوى الدار. نبردوا الدار هيدا شويه، نسيقوها ونشدوا عاود الشراجم باش هكذا القيله ما كتدخلناش الشمس للدار وكتسخننا، كتزيد تسخن هيداك. ضروري نهبطوا الريدوس باش الشمس مره ما تدخلناش للدار. وكتبقى الدار شويه بارده، واللي عنده كليمه واللي عنده شي فرفره د الهواء بارد يعملها. المهم نعرفوا كيفاش نجوزو النهوار ديالنا وصافي يا بنات. هنايا بنات دوت غادي نعمل الغديوه اللي غنعمل شويه ديال المكرونيس بالبيشاميل والجبن اللي كيجيو رائعين بزاف. نشارك معكم هاد الطريقه هذه اللي هي سهله وكيجيو ولادين. هنايا بنات اللي كنقطع واحد البصله بحال اللي كتشوفوا معايا، غادي نعملها حتى كطيح لي البصله مع واحد شويه د الزيت في المقله. هنايا عملت بنات مكرونه في الماء، كطيب واحد طيب غير شويه، ما خليوهاش يطيب بزاف، تبقى شابره في راسها لان باقا تدخل الفران. عملت انا تقريبا زلافه ونص هيداك ديال القياس، عملت قياس غير اللي غادي نتغداو. ما كنبغيش شي حاجه تبقى لي، خصوصا بحال اللي قلت لكم دابا الحراره بنات، كنفتشوا على الحاجه هيدا تكون خفيفه، وهاد الماكله هادي خفيفه بزاف. ايضا الصيفيه الوليدات تا هما كيبغيوها. بالنسبه للفلافل البنات، انا عملت فلفله خضراء وفلفله حمراء غير نص ديالها لان كانوا كبارين، قسمتهم هيدا على جوج. قطعتهم حتى هما هيدا دويمات صغارين، وغادي نعملهم على ديك البصله حتى كيطيحوا لي مزيان. وصافي يا بنات. بالنسبه للتوابل غادي نعمل شويه ديال الابزار، شويه الخرقوم، شويه الشكينجبر، شتيتو من حاجه وصافي. وكتبقى بالنسبه للعطريه كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. ديك البصله مع ديك الفلفله حتى كتهبط، غادي ندوز نحضر الصلصه ديال البيشاميل اللي هي سهله بنات. كنعمل واحد المعلقه اللي هي عمره الزبده، وواحد جوج معالق تقريبا هيدا ديال الزيت ديال الزيتون. وصافي كنخلي حتى كدوب لي ديك الزبده مع الزيت، وغادي نضيف هيدا تقريبا واحد جوج معالق عامرين ديال الدقيق. وكنحركو، ضروري ما نحركو مزيان. وغادي نضيف شويه ديال المليحه باش الصلصه ديالنا ما كتجيناش باسله. وكنعملو اما شويه ديال الابزار او شويه ديال الثوم بودره اللي كتفضلوا. انا غادي نعمل الثوم بودره. الثوم بودره بنات اللي كنت وجدت معكم مره اخرى، الصراحه فنه واحد المذاق كتعطي في الماكله الصراحه. طريه، شي حاجه ديال الدار، شي حاجه بنات كتعطي المذاق يا سلام. هنايا غادي نضيف الحليب اللي هو بارد، تقريبا غادي نعمل نص لتر ديال الحليب. وانا كنحرك لان مبغيناهاش الصلصه ديالنا نطلعوها قاصحه بزاف.
لان هذا القياس ديال 2 معالق ديال الطحين مع نص لتر ديال الحليب كتجي هي هذه، كيجي القوام ديالها بحال اللي غادي تشوفوا معايا. ايوا غادي نبقى نخلط فيها، ضروري ما نبقاو نحركوها باش ديك الطحين ما كيبقى لناش في القاع. صافي ملي كتبدا تغلى لنا غادي نضيف لها بنات الجبن. انا غادي نعمل لها هاد الجبن هذا ديال الساندويش، تقدروا تعملوا ديال الجبن مثلث، تفضلوا. غادي نخليه حتى كيذوب وصافي، وغادي تكون الصلصه ديالنا واجده. غادي ندوز باش نصفي. عندي 2 طليطان ديال التون، وحده غادي نصفيها من الزيت، وحده غادي نخليها بالزويته ديالها باش كتعطينا ديك المذاق في المكرونيز ديالنا او لي بات، كل واحد وشنو كيسميهم. وديك البصله يعني طاحوا لي مزيان، ما كنخليهمش يتكتبوا بزاف. هنايا غادي نضيف شويه ديال بودره ديال الثوم، وغادي نضيف التوابل اللي غادي نحتاجو، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكيجبر، شويه ديال الخرقوم، وصافي يا بنات. وغادي نضيف الصوص ديال الطوماطي. هنا انا بحال اللي غتشوفوا معايا ما كنعمل لا قزبر لا معدنوس لا حتى شي حاجه. غادي نعمل الصوص ديال الطوماطي اللي كتباع جاهزه. كتعطي المذاق حسن وحسن، وحتى اللون احسن ما نحكو مطيشه طبيعيه من احسن. هاد صوص الطوماطي كتعطي واحد المذاق مزيون. هنايا التون غادي نعملها لان صفيت بحال اللي قلت لكم واحد اللاطه، هذه صفيتها، وحده اخرى غنعملها بالزيت ديالها باش غادي نضيفو الصوص ديال الطوماطي وصافي يا بنات. وديك لي بات اولا ماكارونيس اللي هما صافي، دابا غادي نطفي عليهم وغادي نصفيهم. نخلط ديك مكرونه مع هاد لاصوص اللي كنعدل ديال التون وصافي، وغندخلوها الفران كيف ما غادي تشوفوا معايا الفيديو. المهم الطريقه اللي هي بسيطه وكيجيو لذاذين البنات بهاد الطريقه هادي، كيجيو لذاذين بزاف. فلافل كيف ما عارفين كيناسبوا التون، كيجيو واعرين بزاف. وصافي يا بنات، كنتمنى منكم ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم هيدا باش كتشجعوني، وما تنساوش تعملوا واحد البصيمه. الله يجازيكم بخير. المهم كان عليا خصني نقولها لكم في الاول ديال الفيديو، ما عرفتش واش قلت لكم ولا لا. المهم كنعاودها لكم، قلتها ولا ما قلتهاش. المهم ما تنساوناش اختي بواحد البصيمه، ولا كنتي كتشوف القناه ديالي لاول مره كنتمنى تشترك وتفعل الجرس باش هكذا توصل دائما اختي بالجديد. هكذا اختي حفزونا باش نبقى ننزل معكم الشهيوات، الاطباق ديال الصيف ان شاء الله، الشلايط، ديك الشيء اللي كنبغيوه دابا في الصيف. كيف ما عارفين البنات هاد الحراره والله العظيم لا كنبغيو غير الحاجه هيدا، الماكله تكون خفيفه. هاد الاكله هادي يا بنات صراحه خفافين كيجيو ما كيتقلوش. يعني ماشي كتبقى تاكل فيهم حتى شحال ما كليتي ما كيعملوا لك والو. الصراحه كتحس براسك خفيفه وما كيقهموا ما حتى شي حاجه بنات. كيف ما كتشوفوهم كيجيو رائعين بنات، وما كنعمروهمش انا بزاف بلاصوص ديال الطوماطي. ديك الكميه اللي عملت نحاولوا نخليوهم خفافين باش هكذا ما يثقلوش علينا وما كيغيلفوناش. هنايا بنات فواحد البلاطو اللي كيدخلنا الفرن اللي عملت عليهم هاد الجبن المبشور، اي جبن عندكم، ولكن ضروري يكون هاد الجبن هذا مبشور اللي خاص بالبيتزا. صافي وغادي نخوي ديك لاصوص ديال البيشاميل هكذا بحال اللي كتشوفوا معايا في الوجه ديالو. وعاد غادي نرجع نعمل هيدا شويه ديال الجبن هيدا من فوق، وغندخلو من الفران اللي غنشعلو من فوق ومن تحت 180 درجه حتى كيتحمر لنا الطبق ديالنا على هذا الشكل هذا. وكيتقدم بنات هذا الطبق هذا خاص ضروري يكون سخون باش هكذا باش كناكلو ديك الطراوه ديال المكرونه مع ديك البيشاميل رائعين بنات. واخا كيبردوا ما كيقصحش ديك البيشاميل، ولكن الافضل يتنكل وهو سخون. وصافي بناتنا من بعد ما تغدينا ضروري قلت غنشارك معكم هاد لاله الكيكايه البنات كتجي ولا اروع بالمذاق ديال الحامض، كتجي رائعه يا بنات. معايا عملت واحد القبيصه ديال الملحه هي الاولانيه كانت عندي في البول. عملت 3 ديال البيضات بالدرجه ديال الحراره ديال المطبخ، الحجم اللي هو كبير، وحنا كنطربوا مزيان بنات ديك البيض مع ديك القبيصه ديال الملحه مع كاس ديال السكر سنيده.
كنطربو مزيان كاس القياس ديال الكاس ديال الشاي. هنايا غادي نعملو نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال الحليب اللي هو كامل الدسم، وحنا كنخلطو مزيان. هنا غادي نضيفو جوغور اللي عندي انا طبيعي، ولكن ضروري تعملوها بنات جوغور بالمذاق ديال الحامض، كتعطيكم واحد المذاق كثر وكثر ديال المذاق ديال الحامض. بغيتو تعملوا جوغور طبيعي بحال اللي عملت انا كتعملوه كيجيكم المذاق ولا اروع بنات. هنايا اللي غادي نغربل الكاس الاولاني ديال الدقيق، وغادي نضيف كاس الثاني ونصف كاس، يعني بالقياس ديال كاس ديال الشاي. الدقيقه بنات ضروري ما نغربلوه حتى ولا غربلتوه حتى لجوج ديال المرات يكون افضل، باش هكذا الكيكه ديالنا ما كتجيش مدقصه وكتجينا مهويه من داخل الكيكه ديالنا. وكنخلطوه بنات شويه بشويه حتى كنخلطو ديك الخليط كامل. وغادي نضيفو واحد الكيس ديال الخميره ديال 14 غرام، الا كانوا ديال 7 غرام غادي تعملوا جوج ديال الخمارات. وصافي يا بنات، هنايا حتى كنخلطوا ديك الخميره والدقيق وكلشي في الاخر مره غادي نعملوا واحد جوج ديال الحامضات اللي عندي مغسولين مزيان، وغادي نعمل غير المبشور ديال جوج ديال الحامضات بحال اللي كتشوفوا معايا. الحامض البنات من احسن نختاروا الحامض اللي كيكون عاطين الخضوريه، كيكون الحامض مزيون، هذا كيعطي واحد المذاق احسن من ديك الحامض اللي كيكون صفار. وصافي وواحد الحامضه اللي غادي نشبرها وغادي نعصر العصير ديالها ديال الحامضه، وغادي نضيفو حتى هو بنات. بالنسبه للجوغور، اذا كان جوغور يكون بالمذاق ديال الحامض يكون احسن، وإلا ما كانش كتعملوا جوغور طبيعي كيجي نفس المذاق. وصافي البنات، هنا غادي نخلط الخليط ديالي مزيان وغنعملو في المولدي اللي دهنته بالزبده ورشيت عليه الطحين، وغندخلوها نفرن درجه الحراره 180. المولدي اللي عملت انا بنات ضروري نشعلوا له من فوق ومن تحت. وبالنسبه الى غتعملوا المولدي اللي هو دائري يكون كتر وكتر غرق، غادي تعلوا لها غير من تحت وغتخليوها حتى كتطلع على الخطر ديالها ب 180 درجه. وصافي يا بنات، هاد الكيكه هادي كتجي رائعه بنات، كتجي شنقول لكم المذاق ديالها كيجي واعر. جربوها على ضمانه ديالي، لا تشربيها واحد كويس ديال القهوه وفي ديك الصباح ولا في ديك العشيه ولا مع العصير. ايوا اختي تبرع لي مع راسك، كتجي واعره بزاف بنات. كنتمنى تعجبكم بنات، جربوها كتجي رائعه بزاف. انا متاكده اذا جربتوها وعملتوها بالطريقه اللي وريت لكم غادي تطلع معكم واحد الكيكه ما نقول لكم شي كتجي واعره بزاف. كيكه اليوميه العاديه بنات بالمذاق ديال الحامض. المهم اختي هنايا كنزينها بشويه ديال الشوكولات ابيض اللي ذوبته، وكنزينوها هيدا شويه ولا ترشوا عليها السكر كلاصي. التزيين كيبقى على حسب الذوق، ولكن بالشوكولات ابيض كتجي رائعه بزاف. غير هو مع دابا هاد الحراره الا كانت غتنكل في ديك الساعه من احسن عملوا لها الشوكولات. الا ما كنتوش غتاكلوها اختي في ديك الساعه خليوها في الثلاجه، ما كيوقع عليها حتى شي حاجه بنات، كتجي ولا اروع. زوقتها هيدا بشويه ديال المبشور ديال الحامض. وصافي اختي غنقدموها بالصحه والراحه. غنقطع لكم واحد الطريف وغادي تشوفوها معايا كيفاش كتجي خفيفه بنات. ما تشبعوش منها بحال اللي شفتوا معايا في الاول الفيديو. قطعت معكم واحد الطريف ديال الكيك فطرت به. هذاك بنات عدلته بنوتيلا. انا الكيك بنات ما كنستغناش عليه يوميا، كيكون عندي في الدار. كيعجبني هيدا في الفطور في العشيه. المهم ضروري كنعملو اغلبيه كنعملو بهاد المولدي هيدا باش ما كتبقاليش بحال اللي قلت لكم. اذا عملتو في المولدي كبير دائري كتبقى لي يعني كتجي بزاف، كتبقى في الدار. وانا الكيك كيعجبني يجوز لي ديك نهار يومين. صافي يا بنات، عاود باش كنعمل عاود حاجه اخرى، وهكذا ما كنملوش بنفس الكيكه دائما. كيعجبني النوع في المذاق ديال الكيك. المهم بنات، كنتمنى ما تبخلوش عليا بواحد البصيمه، وخليتكم في امان الله، وتنتلاقاو ان شاء الله في الفيديو قادم باذن الرحمن.